مساء الخير عليكم جميعا، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص على الابواب، وهنحتاج بقى ان احنا نعمل فول علشان السحور بقى وكده. فشارك معاكم الوصفة دي، انا جربتها وعجبتني جدا، فقلت لازم اشارك معاكم الفيديو دوت ان شاء الله. فيلا بينا نسمي الله كده ونصلي على الرسول، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. يلا نشوف المقادير. عندي هنا كوبايتين من الفول المدشوش بتاع الطعمية. انا استخدمت المج ده هعاير بيه كوبايتين كده، وكوبايه من العدس بجبه او العدس الاسمر ده. تمام، هغسلهم كويس جدا واشطفهم، وهسيبهم بقى كده انقعهم عندي لمده 6 ساعات. طبعا ده مش بياخد وقت زي فول التدميس، احنا بننقعه 12 ساعه او من بالليل للصبح دوت. يعني مش محتاجين وقت كبير، هو 6 ساعات او 5 ساعات بالكتير قوي. جبت عندي هنا حله، هحط فيها بقى الفول بعد ما اتنقع. شطفته كويس جدا، يعني تشطفيه يعني مرتين او 3 كده. وعندي هنا العدس برضو شطفته كويس، وقطعته طماطمايه كده، وقشرت 3 جزرات. تمام، وعندي هنا كوبايه بس صغيره، يعني دي حوالي نص المج اللي انا عيرت بيه من العدس اللي هو الاصفر دوت. برضو غسلته كويس جدا وشطفته، بس ما نقعتوش طبعا. وهحط عندي هنا ملح وكمون، بس انا كسلت بقى اطحن الكمون بصراحه فحطيت هنا نص معلقه كده من الكاري. هقلبهم كويس مع بعض، واحط بقى ازود على المكونات دي ميه سخنه. انا كنت حطاها لما غليت. بصوا انا رميت هنا بصلايه، كنت بعمل سلطه واتبقى البصله دي، فقلت بدل ما تترمي بقى مش محتاجاها، فاحطها هنا عندي في الفول، بتديله برضو طعم حلو. وزودت عندي هنا كده الميه السخنه، وهرفعه بقى على النار. مش هياخد معانا وقت، يعني انا خد معايا اقل من نص ساعه وكان استوى. طبعا احنا نقعين الفول فمش هياخد معانا وقت، طبعا مش بياخد وقت زي الفول بتاع التدميس خالص. يعني زي ما انتم شايفين اهو، ده شكله بعد ما استوى. عندك الهاند بلندر هيبقى خير وبركة، هتضربيه في نفس الحلة. ما عندكيش، هتستني بقى لحد ما يبرد خالص، وتبتدي تاخدي شوية بشوية كده، تحطيهم عندك في الخلاط لحد ما تخلصي الكمية. بصوا بيطلع ناعم وحلو جدا. وبصوا احلى حاجة بقى فيه ان هو ما فيهوش اي قشر خالص زي فول التدميس. طبعا انا ما غضبتش على فول التدميس ولا حاجه، يعني انا بحبه جدا برضو، بس زي ما بقول لكم الوصفه دي حلوه قوي للناس كمان اللي هي بتتعب يعني عندها مشاكل في القولون وكده. الطريقه دي هتبقى حلوه جدا بالنسبه لهم. بصوا دي سلطه انا كنت عاملاها واخدت منها شويه. بصوا انا بحب اعمله كده، انا اخدت شويه من الفول حطيته في طاسه كده على النار لحد ما سخن، وحطيت عليه السلطه دي، وهعصر بقى عليه ليمونه. بصوا طريقه الفول دي سهله جدا، مش هتاخد معاكم وقت زي ما قلت لكم خالص. يعني حطيت ليمون، واحط برضو شويه من زيت الزيتون. ما عندكيش شويه من الزيت العادي بتاعنا، زيت الذره، وبتبقى حلوه جدا. وهحط كمان معلقه كده من الطحينه. طبعا يعني اعملوا يعني الفول بالطريقه اللي انتوا حابينها ومتعودين عليها، بس انا بحب اعمل بالطريقه دي، بحس ان هو شبه بتاع المطاعم بره بالظبط. يعني انا ولادي والله ما كانوش واقفين جنبي وانا بعمل الفول ده، وافتكروني ان انا جبته من بره. فبجد كان حلو جدا، وزي ما قلت لكم كده خفيف على المعده وسريع كده في الهضم، وبجد كان تحفه. جربوا الطريقه بجد هتعجبكم جدا. فده اللي اتبقى بقى بعد ما خلصت بقى ضرب. بس يعني بالله عليكم، يعني وانتوا بتضربوه كده في الخلاط ما يبقاش سخن خالص، استنوا لحد ما يبرد، وشويه بشويه كده وبالراحه على الخلاط، علشان احنا الاجهزه دي يعني مش بنعرف نجيب غيرها تاني. يعني عملت الكميه زي ما انتوا شايفين اهوت، وبحطها في اكياس عندي هنا، وبسيبها بقى في الفريزر. هتنفع جدا طبعا في السحور. وده الفول بتاعنا زي ما انتم شايفين. ان شاء الله الطريقه تجربوها وتعجبكم، واشوفكم على خير. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.